هو ايه موضوع ان الكون اللي احنا عايشين فيه انتهى في 2012 وان الكون ده مزيف؟ لا اوعى تقع مني في الفيديو ده عشان الفيديو ده فيه شويه تفاصيل غريبه قوي ومش عايزك تقلق لان كفايه انا قلقان مش هبقى انا وانت قلقانين. اصل الموضوع بدا يخش في احداث غريبه ونظريات وناس بتقول ان الكون انتهى في 2012. طبعا اكيد كلنا الناس اللي كانت عايشه يعني في وقتها فاكره ان سنه 2012 حاجات غريبه حصلت، وفي 2009 تحديدا بدا ينتشر اخبار عن ان الكون هينتهي في 2012 ومحدش عارف ليه هينتهي. بس بعد تدوير شويه بداوا يقولوا النظريات اللي بتاكد انتهاء الكون في 2012 لدرجه ان هم طلعوا افلام كتير عن الموضوع ده. ومن اهم النظريات دي كانوا بيعتمدوا على نظريه شعوب المايا، الشعوب اللي عندها حضارات بتقول انه الكون هينتهي في 21 ديسمبر 2012. ونظريه ثانيه بتقول ان هم قدروا يسافروا عبر الزمن وكانوا فعلا بيسافروا في ازمنه مختلفه وفضلوا يسافروا في كل الازمنه لحد سنه 2012. دي كانت نهايه الفتره اللي هم عرفوا يوصلوا لها، ما عرفوش يوصلوا لاي سنه بعد كده في السفر عبر الزمن، عشان كده شكوا اكتر في انه فعلا الكون هينتهي في 2012. ومع شويه سفر للفضاء كانوا بيقولوا ان في بعض النجوم ممكن تنفجر وتاريخ انفجارها هيبقى في 2012 وده اللي هيخلي الكره الارضيه ما تبقاش موجوده. فالناس قلقت وناس كتير جدا بدات تصدق في الموضوع، والابحاث بتقول ان 10% من سكان الكوكب صدقوا موضوع 2012. بس انا في اعتقادي ان هم نسبه اكبر من كده لان في وقتها كان الناس كلها مصدقه اصلا فكره 2012 وكان الكل قلقان من الفكره دي. فضلت بقى افلام تتعمل ونظريات تتعمل والاعلام يتكلم عن الموضوع والموضوع كبر وكل الناس بقت قلقانه من سنه 2012 يا ترى ايه اللي هيحصل فيها، لحد ما جت 2012 والناس كانت عايشه عادي. وجه شهر ديسمبر 2012 وبرده الناس عايشه عادي وقالت لك يا عم اهو ما الحياه كلها ماشيه تمام وداخلين على 2013 ومفيش مشكله. وفعلا سنه 2013 جت والناس كلها اقتنعت انه خلاص ما بقاش في اي مشكله خالص، وسنه 2012 اللي كنتوا عاملين عليها قلق عدت. بس الحقيقه انه في مشاكل اكبر بدات تظهر بعد كده. النظريات بدات تتكلم في انه فعلا العالم انتهى في 2012 وما بقاش فيه عالم دلوقتي والكون اللي احنا عايشين فيه ده كون مزيف. طبعا هتيجي تقول لي دلوقتي اهو ده كلام مش منطقي ما يخشش دماغ حد، يعني ايه يكون مزيف؟ ما احنا عايشين اهو زي ما احنا ما حصلش حاجه يعني. انا طبعا هاجي اقول لك مش النظريه يعني، لا الحقيقه انه في نظريات كتير طلعت بتقول انه العالم انتهى في 2012. تعال اقول لك اول حاجه الناس حاسه بيها من سنه 2012 ان الوقت ما بقاش فيه بركه، الوقت بقى يجري بسرعه جدا ومش عارفين الوقت ده بيروح فين، والسنه بقت تيجي طياره، شهر بيعدي ورا التاني ورا التالت، بتلاقي الشهور فجاه خلصت والسنه فجاه خلصت واحنا مش عارفين الوقت ده بيروح فين، وكل الناس حاسه بالموضوع ده. الحاجه الغريبه الثانيه ان احنا فجاه بنسمع عن ناس اختفت محدش يعرف عنهم حاجه ولا يعرفوا راحوا فين، بس ده برده مش مبرر ومش حاجه تخلينا نصدق ان الكون انتهى في 2012. طب تعالى اقول لك النظريه الاغرب، والنظريه دي بتقول ان في ثقب اسود اتكون في الفضاء، الثقب ده اتكون نتيجه انفجارات بعض النجوم اللي حوالين الكره الارضيه. وطبعا معروف عن الثقوب السوداء من اسمها انها فجوات او حاجات كبيره قوي كده بتبقى عندها قوه جاذبيه جباره، محدش يعرف يسيطر على قوه الجاذبيه دي لدرجه انها بتبتلع اي حاجه تيجي قصادها حتى لو كواكب او نجوم. ومن قوه الجاذبيه دي بتبتلع الضوء، يعني ما ينفعش ضوء يبقى جواها لانها بتبتلع كل الضوء اللي حواليها، وده جاي من اسمها طبعا الثقوب السوداء، يعني من كتر السواد اللي جواها. فالنظريه دي بتقول ان الكره الارضيه دخلت جوه ثقب اسود سنه 2012 نتيجه الانفجارات اللي كانت حواليها، والثقب الاسود ده بلع الكره الارضيه. النظريه دي بتقول ان الكره الارضيه لما دخلت جوه الثقب الاسود الزمن عندها توقف، والزمن اللي احنا عايشين فيه ده بقى زمن مزيف. مش بس كده، لا ده نتيجه ان احنا دخلنا جوه الثقب الاسود ده اتكون للارض عوالم موازيه، يعني بقى فيه مجرات كامله شبه المجره بتاعتنا وبعدد لا نهائي، يعني كل الكواكب اللي موجوده جوه المجره موجود زيها جوه الثقب الاسود تاني، وعمال العدد ده يزيد. والنظريه دي بتقول ان بقى فيه كواكب شبه الكره الارضيه بالظبط. الله، يعني النظريه بتقول ان بقى فيه عوالم موازيه، هي دي العوالم الموازيه اللي شبه الكره الارضيه بالظبط كده، وان الكره الارضيه طول ما هي في وسط الثقب الاسود فالثقب الاسود ده محافظ عليها لان الكون حوالينا اتغير والثقب الاسود ده هو الحاجه الوحيده اللي فاضله ومحافظه على الكره الارضيه، وطول ما احنا في الوسط الكره الارضيه تمام. لكن المشكله ان الكره الارضيه بتتحرك واي حاجه بتلمس الحواف بتاعه الثقب الاسود بيبقى على الله حكايتها، وللاسف الكره الارضيه وكل العوالم الموازيه اللي شبه الكره الارضيه ماشيه معاها في اتجاه الحواف دي. بس المشكله هنا انه محدش يعرف فين الاصل وفين الصوره، يعني كل حاجه بقت شبه بعضها لدرجه ان النظريات دي بتقول ان احنا ممكن نكون نسخه اصلا من الكره الارضيه، ما نكونش الكره الارضيه الاصليه، ومحدش هيعرف يفرق ولا يطلع الكره الارضيه الاصليه في وسط العوالم الموازيه
الموازيه دي كلها، وكل كره ارضيه عليها نفس الناس اللي هم زيي وزيك. يعني انا ممكن يطلع عندي عدد لا نهائي من النسخ في بقيه العوالم الموازيه. ايه الكلام ده؟ انا اتلخبطت وانت اتلخبطت. ما هو لو مشينا ورا النظريه دي هتقول ان فعلا الكره الارضيه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها، سواء هي عالم اصلي او مزيف، هتفضل ماشيه في اتجاه الحواف بتاع الثقب الاسود لحد ما تنتهي تماما. طب ايه، نلحق نروح لاي عالم موازي تاني ولا نكمل هنا؟ خليني اقول لك ان دي كلها كانت افتراضات ونظريات، وما زالت لحد اللحظه دي مجرد نظريات، لانها مش حقيقه وما ينفعش تطلع حقيقه، ومحدش عارف يثبتها علميا. بس كل الموضوع ان هم بيفكروا يصنعوا قمر صناعي، القمر الصناعي ده يطلع بره الكره الارضيه ويبقى ليه مسار خاص، بحيث ان هو يطلع بره الفجوه او الثقب الزمني عشان يكتشف الفضاء الخارجي ويعرف لو كان في فعلا ثقب زمني وهو عارف يتخطاه ويعدي بره الثقب الزمني ويشوف بقيه الفضاء، هيعرف ساعتها يثبت لنا اذا كان فعلا الكوكب اتبلع في ثقب زمني ولا زي ما احنا في الفضاء. وخليني اكد تاني ان دي مجرد نظريات ومش حقيقه، لان كل الحقائق بتقول ان الكون زي ما هو وانا وانت لسه عايشين زي ما احنا، واكيد مش هنعيش والعالم انتهى في 2012. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للموضوع ده عشان شاغل ناس كتير، واكتب لي في كومنت رايك عن الموضوع ده، وانت فعلا معتقد ان العالم انتهى في 2012 ولا زي ما احنا مكملين ومفيش اي مشاكل حصلت.